لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. كلمة قوية جدا، ومفروض ان احنا ناخدها في حياتنا مبدأ. انا عارفة ان في ناس كتير قوي مننا عارفينها، ولكن هل احنا مدركين المعنى ده وبننفذه اصلا وبنطبقه في حياتنا؟ انا خلال الفيديو ده هقول لكم ازاي نطبق المعنى ده في حياتنا، وازاي ده اثر عليا من خلال تجربتي انا الشخصية. اللي متابعني عارف ان انا بقالي حوالي شهرين مش بصور اي فيديوز حتى خالص، بقالي بس اسبوعين بنزل شورتس قصيرة كده، وكمان ما كنتش قادرة ان انا افتح الكاميرا واصور بسبب الصدمة النفسية اللي انا تعرضت لها الفترة اللي فاتت من حوالي شهرين. انا يعني زي ما انتم عارفين انا معالج نفسي، ودرست حاجات كتيرة جدا في علم النفس، ودرست يعني كوتشنج، ودرست حاجات كتير. المهم ان كل الحاجات دي كانت بتساعدني جدا وقت المحن، كانت بتساعدني وقت الحاجات الصعبة. حتى لو تفتكروا من حوالي كام شهر، في شهر 3 اللي فات كان جدي توفاه الله، وانا فتحت الكاميرا وصورت، مع ان ده كان صعب جدا عليا، ولكن انا بحاول اتعامل مع الالم في حياتي، وبحاول ان انا على قد ما اقدر ما اوريلكوش الجانب ده من حياتي. ودايما بيبقى في صعوبات وراء الكاميرا، ولكن مش بحب ان انا اتكلم عنها ولا ان انا اوريها. بحاول ان انا اقوي نفسي مع الوقت وكده. حتى في فترة مرض صاحبتي كان عندها كانسر، وكانت تعبانة جدا في فترة مرضها. أنا كنت بروح لها المستشفى وبرجع متدمرة نفسيا، ولكن برضو كنت بحاول أتعامل ولاقي القوة وأفتح الكاميرا وصور، لحد بقى ما حصل من شهرين إن أنا يعني حصل لي تروما. وخليني أوصف لكم كلمة تروما اللي هو صدمة نفسية بصورة بسيطة قوي. يعني شرح بتاع محمد جودة، وأنا عجبني قوي الشرح بتاعه ده. هو قال الإنسان عامل زي إيه؟ عامل زي الخشبة، بس خشبة رفيعة كده شوية، بيجي عليها يعني حاجات سهم كتير قوي، وبعدين الخشبة دي بتفضل صامدة. في بقى بتتجرح، بتتخدش، بيحصل مش عارف ايه. دي الحاجات اللي انا قلت لكم مريت بيها قبل كده كتير، وحاجات صعبة كلها، ولكن كنت بقدر اكمل وكنت بفضل ثابتة مكاني، لحد بقى ما بيجي سهم قوي جدا ويكسرنا. هي دي الصدمة، بنتكسر بنتفتت، لحد ما بعدها بنفوق. مش بعدها يعني، اول ما بنتفتت بنحس ان احنا هو في ايه اللي حصل، مش بنبقى مدركين اللي حصل. مخنا مش بيستوعب الحدث الصادم اللي حصل ده، سواء لو كان فقد، لو كان حاجة كبيرة قوي صادمة حصلت في حياتنا، مخنا مش بيقدر ان هو يستوعب ده، فعشان كده بنتكسر بنتفتت. ولو تلاحظوا انا الاسبوعين اللي فاتوا كنت عماله اكلمكم على ان احنا ازاي نسمع الالم ونحاول نتعامل معاه. لو لسه ما شفتوش الشورتس دي يا ليت لو انتوا تشوفوها. بس بعد سماع الالم وبعدين ما احنا محتاجين نرجع الخشبه بتاعتنا تاني عشان نقدر نستحمل اي سهام تيجي، لان الحياه مكمله والآلام مكملة، وفي حاجات تاني هتيجي تضايقنا، وفي حاجات تاني هتيجي تألمنا، وممكن يحصل تروما تاني في حياتنا الله أعلم. فمحتاجين نقوي الخشبة بتاعتنا تاني من جديد. فأنا بتصويري للفيديو ده معاكم وبكلامي عن اللي حصل ده معاكم دلوقتي، ده نوع من أنواع الحاجات اللي هتساعدني وتقويني إن أنا إن شاء الله أقوي الخشبة بتاعتي عشان أقدر أكمل حياتي. خليني اقول لكم بقى انا اصلا بصور الفيديو ده ليه. لان في كلمة، هي الكلمة اللي بدأت فيها الفيديو معاكم، هي كل لن يصيبنا. لا لا، هي دي جملة تانية هقولها لكم في النص، بس هي الكلمة هي ايه؟ هي لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. دايما دايما مع اي ألم بتعامل فيه في حياتي بقول انا مهما كان الصعب اللي انا فيه دلوقتي ده، مهما كان الصعب اللي انا فيه، هو في حاجة اصعب منه بس ربنا اختار لي ده عشان ده اسهل. هو اللي انا فيه ده الخير، هو اللي انا فيه ده اللي احسن. دايما كلامي لنفسي وحديثي النفسي الداخلي هو اللي كان بيقويني وقت الصدمة اللي انا تعرضت لها الكبيرة دي. هي ايه الصدمة؟ خليني اشاركها لكم. الصدمة دي كانت صاحبتي اللي انا لسه بقول لكم كان عندها الكانسر، هي توفاها الله. هي مش صاحبتي عادي، هي يعني احنا كنا جيران من واحنا صغيرين، من وانا في 5 ابتدائي، جيران طول عمرنا. وبعد كده هي اخت جوزي. فاحنا بعد لما نقلنا واحنا جيران من واحنا صغيرين، بعد لما نقلنا هي برضو ساكنة معايا في نفس البيت. فانا طول عمري جارتها، طول حياتي جارتها. فاللي هو وطول حياتي يعني احنا قريبين من بعض قوي قوي قوي، يعني لدرجة محدش ممكن يتخيلها. لحد بس من 3 أو 4 سنين حصل ما بيننا حاجات، مش هقول خلافات كبيرة، ولكن حاجات بسيطة بعدتنا عن بعض. ولكن كان حبها لسه موجود في قلبي، مهما اللي حصل هي حبها موجود ومكانها موجود.
الخلافات عمرها ما قللت حبها ولو حتى سنتي، هي لسه بحبها زي ما هي، يعني حبها لسه جوايا ولحد دلوقتي لسه حبها جوايا. فانا كانت الصدمة موتها كانت عليا قوية جدا، كسرتني. يعني انا في وفاة جده زعلت قوي قوي قوي، ولكن قدرت افتح الكاميرا واصور واتكلم معاكم، مع ان ده كان صعب عليا جدا جدا، ولو اللي شاف الفيديو عارف ده كويس. ولكن بعد وفاتها هي انا ولا كنت قادره افتح كاميرا ايه، انا اصلا ما كنتش بفكر في اي حاجه غير الالم اللي انا فيه. فالالم كان صعب قوي. فمهما كان اللي بيسمعني عنده الم في حياته صعب، عنده فقد، عنده حاجه كسرت الخشبه بتاعته، الكلمه دي تقولها لنفسك دايما: لو علمتم الغيبه لاخترتم الواقع. اللي انا فيه ده خير، اللي انا فيه ده خير. وفي حاجه تانية بقى هتساعدكم. اول حاجه تقولوا لنفسكم: لو علمتم الغيبه لاخترتم الواقع. تاني حاجه بقى هتساعدكم هي ايه؟ هي ان انت مش لازم تفهم ليه. مش كل حاجه في الدنيا لازم نعرف هي حصلت ليه عشان نؤمن بيها. امال احنا بنقرا سوره الكهف ليه كل يوم جمعه؟ ليه بنقرا سوره الكهف؟ عشان سوره الكهف بتعلمنا دايما وبتخلينا نقرا دايما الابتلاء في الحياه، ان احنا في ابتلاءات هنفهم هي ليه حصلت، فده هيساعدنا ان احنا نقدر ماشي اتجاوز الابتلاء ده. بس في ابتلاءات تانية في الحياه انا مش فاهمه هي حصلت ليه. صاحب السفينه اللي السفينه بتاعته اتخرمت، هو مش عارف ان الخرم اللي في السفينه ده هو ده كان الخير ليه. ممكن حد فينا حياته يحصل فيها لخبطه او يحصل فيها حاجه ويبقى متضايق ومتضايق جدا، بس هو لو علم الغيب بقى ان هو كانت السفينه اصلا هتتاخد منه، هيقول لا 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 خلاص الخرم ده حلو قوي، انا عايز ان السفينه بتاعتي تبقى مخرومه. ففعلا احنا مش لازم نعرف عشان نؤمن. امال هنا ليه الايمان؟ ما في حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه: الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ده من اركان الايمان. يعني انا عشان ابقى مؤمن لازم ابقى عندي ايمان بالقضاء والقدر خيره وشره. احنا دلوقتي بنتكلم في النهارده في الحلقه عن شر القضاء. انا لازم اؤمن موت صاحبتي، موت جدي، وقت لما جدي توفى الله في شهر 3 وهي بعده ب3 شهور، وفي النص كان حاجات صادمة كتيرة بتحصل كتيرة. يعني الأسهم كانت قوية قوي قوي عليا والله، ولكن كنت بحاول أمشي نفسي وأتعامل لحد ما جه حاجة وكسرتني. بس وبعدين هنعمل ايه؟ هنؤمن بالقضاء الله وقدره. عشان انا مش لازم، انا دلوقتي لو عرفت مثلا ان هي لو كانت عايشه كان حصل وحصل وحصل، لا 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 يا رب انا عايزاها خلاص، يا رب انت ارحم، انت رحيم بيها وانت عالم ان وفاتها كانت هتبقى الصح دلوقتي، فخلاص انا ليه هجادل؟ ليه هجادل مع ربنا؟ احنا المفروض ان احنا نسلم امرنا لله. احنا مسلمين التسليم، نسلم امرنا لله. انا سلمت امري ليك يا رب. ايا كان قضاء الله هو خير، ايا كان قضاء الله، حتى لو القضاء ده صعب ومؤلم وقلبي بيتعصر واتكسرت حرفيا، ولكن انا هكمل لان انا مؤمن بقضاء الله وقدره. ومش لازم اعرف السبب يا رب، مش لازم اعرف ليه، مش لازم ادور ليه، مش لازم افهم كل حاجة في الدنيا. في حاجات ممكن نعديها واحنا مش فاهمينها لان احنا مؤمنين، لان احنا مسلمين ومسلمين امرنا لله ومتاكدين اللي هو ده الخير. خليني أشارككم قصة تانية كده. وأنا بحضر الحلقة النهاردة افتكرتها، إن أنا من حوالي سنتين اشتركت في برنامج، والبرنامج ده أنا كان معظم اللي حواليا ومنهم وبابايا، يعني أنا اللي يعرفني يعرف إن أنا بابايا عندي يعني ربنا يبارك لي في عمره ويخليه لي يا رب، ولكن رأيه بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. بابا ما كانش موافق، بس أنا كملت. انا كنت شايفه يعني كملت ساعتها، ولكن طول ما انا ما مكمله انا مش مرتاحه خالص. وبعدين حصل ان انا خسرت في البرنامج ده. وبعد ما خسرت انا فاكره قوي الوقت اللي اتبعت لي فيه الرساله لما خسرت في البرنامج. وانا اصلا من الناس اللي صعبه عليا قوي الخساره، صعبه عليا يعني. ده غير ان انا اصلا مكمله وانا ما كنتش مرتاحه. وبعدين انا كنت قاعده برسم حاجه لابني، عشان ابني كنت واخده كورس وكانوا المفروض ان احنا نعمل لاولادنا حاجات، فانا كنت قاعده برسم لابني حاجه وبكتب حاجات لابني وبكتب نقاط القوه بتاعته، وكنت قاعده مبسوطه قوي بلون وبعمل. وبعدين جات لي رساله، اول ما قريت الرساله انا اتبدل حالي. لقيت نفسي زعلت، ولقيت نفسي دمعت، ولقيت نفسي بقول، بس اول حاجه قلتها قدر الله ما شاء فعل. واول حاجه عملتها فكرت نفسي بالجملة دي: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. قلت هو ده خير، هو ده أكيد خير. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا ما ندمتش على الوقت اللي عدى، لأن الوقت اللي عدى علمني. وساعتها ما كنتش فاهمة إن إيه الخير في الموضوع ده، هو إيه الخير. لأن أنا بصراحة كنت مصلية استخارة،
وكنت بحاول ان انا افهم، كان على حسب فهمي ساعتها ان انا اكمل، هو ده الصح حسب فهمي انا، فكنت مكمله. ولكن ما كنتش فاهمه بعد الخساره ايه اللي حصل. بس انا ساعتها قمت وكملت سعي، وما خليتش ده يهزني ولو يعني اكتر من دقايق هقول لكم. وكملت تاني وكملت سعي واجتهدت لحد ما خلاص الموضوع بالنسبه لي الحمد لله عدى، لان هو كان برضو يعني تجربه عادي، ما كانتش يعني مؤلمة قوي. ولكن أنا بشاركها لكم دلوقتي ليه؟ لأن أنا دلوقتي من حوالي كام شهر أنا دايما إحنا المفروض نعمل على طول ريفليكشن. فأنا بعمل ريفليكشن لقيت إن الموضوع ده كان ليه فايدة كبيرة قوي، لأن أنا ساعتها قابلت حد اتعرفت عليها، واحدة دلوقتي صاحبتي اتعرفت عليها، وانا وهي اخدنا مع بعض كورس. لا هي كانت واخده الكورس ورشحته ليا ان انا ابقى معالج نفسي. فان انا السنتين دول انا قعدت اتعلم علم وقريت كتب فادتني جدا جدا جدا، لا تقدر بثمن. لو انا كنت كسبت الحاجه دي، ممكن يكون اللي كسب استفاد جدا وده مفيد لحياته، بس لحياتي انا كهاجر والله لو علمت الغيب ان انا بعد كام سنه هبقى قريت الكتب دي، هبقى اتعلمت العلم ده، هبقى استفدت كل الافاده دي، هقول لا 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 مش عايزه اكسب. فلو انا لو علمت الغيب كنت هختار الواقع اللي انا فيه. بس اللي ساعدني ساعتها مش ان انا علمت الغيب ان انا اسكت، لا اللي ساعدني ساعتها ان انا امنت بربنا ان طالما ده حصل يبقى ده اكيد الخير، يبقى انا هكمل حياتي وهستمر وهطبطب على نفسي وهكمل سعي. ليه؟ لان انا متاكده وعندي ثقه 100% ان طالما ده حصل وطالما ربنا عمل لي ده يبقى هو ده الخير، لا محاله، لا محاله هو ده الخير. دلوقتي انا درست كمان في حاجه تانية اتعلمتها، انا بكتب لنفسي زي ما انا قلت لكم قبل كده، بكتب لنفسي حاجات كل يوم. من الحاجات اللي انا بكتبها حاجه اتعلمتها من التجربه بتاعتي دي، جمله كده اتعلمتها ان انا تفيدني انا في حياتي، ممكن ابقى اشاركها لكم في وقت تاني بس انا مش عايزه الخبطكم دلوقتي. بس استفدت جمله من التجربه دي لما قعدت بقى اعيد التجربه دي وافكر فيها وقتها ساعتها، استفدت جمله قويه فادتني في حياتي ولسه بتفيدني لحد دلوقتي في حياتي. كمان ايه تاني؟ كمان برضو اتعرفت على صاحبتي اللي اتعرفت عليها دي قالت لي على الكورس، وكمان دلوقتي هي بقت صاحبتي في حاجه تانية، ان احنا الاتنين بقينا ناخد كورس قرآن، بقينا ناخد قصدي حلقه قرآن وبنتدبر القرآن وبنفهم القرآن، وبقيت هي اللي بتعني على دراسة القرآن. فأنا ما كسبتش البتاع، بس كسبت صاحبة حلوة عنتني على حاجتين فادوني جدا في حياتي وغيروني. فوالله والله لو رجع بيا ال3 سنين دول او السنتين دول انا لا كنت هختار ان انا ما اكسبش، عشان انا كسبت فعلا حاجات تانية فادتني انا كهاجر. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. يا ريت تعيشوا بالمعنى ده، ومش لازم تعرفوا الغيب هو ايه، مش لازم تعرفوه، لان احنا عندنا الايمان بقضاء الله وقدره. انتوا عارفين الفترة اللي فاتت برضو الشهرين دول انا اتعلمت بقى حاجة مهمة قوي لسه كاتباها النهاردة. اتعلمت ان القوة مش ان انت تبقى قوي، مش ان انت ما تتكسرش، مش ان انت تبقى تمام طول الوقت، لا. اتعلمت ان القوة ان انت لما تتكسر تقدر تقوم وتعافر وتنفض هدومك وترجع تكمل سعي من جديد، واحدة واحدة، واحدة واحدة. أنا ما كنتش هقدر أكمل سعي إن أنا أفتح أسجل فيديو مرة واحدة، لأ. إن أنا طب أقدر أعمل إيه؟ أقدر أعمل إيه؟ أقدر أكتب، كتبت. أقدر أسجل حاجات بصوتي، سجلت. دلوقتي أقدر أصور، صورت. واحده واحده نرجع ونقوم من جديد. وعملت كده بقى، فانا بقول لكم بشارككم الحته دي لان هي اللي تخصكم لعلاقتي بيكم، بس حاجات تانية في حياتي مع اولادي، مع صحابي، مع عيلتي، بقيت ارجع واحده 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 واحده. انا اتكسرت دشدشت 100 حته، واللي شافني كان عارف يعني الحزن كان باين عليا بطريقه رهيبه. ولكن اديني بقوم من جديد واديني بنفض نفسي، ولسه الالم مكانه موجود جوايا، ولكن الحمد لله على كل شيء. انا متاكده ان ده الخير، مع ان انا مش عارفه اي حاجه هو ليه ده الخير، بس اكيد هو ده الخير، اكيد هو ده الخير طالما ده هو اللي حصل. وحاجة تانية بقى دايما كنت بقولها برضو وقت وفاة صاحبتي: كل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. احنا كل ده مكتوب. فاحنا علينا بقى احنا ايه الاختيار، يعني نختار ان احنا نرضى ونصبر ونحاول ونعافر ونستمر، يعني نختار ان احنا نعترض
فبالتالي هنتضايق وهنتعب وهنعيش في شقاء وهنعيش في عناء واحنا في غنى عن كل ده. الصبر من اصعب العبادات، الصبر صعب قوي قوي قوي. وعشان كده ربنا قال ان الصبر هو اللي هيجازينا على حساب، هو اللي هيجازينا عليه من غير ما نعرف هو ايه الجزاء بتاع الصبر، من كتر ما هو ما صعب ومن كتر ما هو ما مؤلم. اتمنى ان انا اكون فدتكم. انا بس مش هقول، ما قلتش حاجه في الفيديو ده غير ان انا شاركتكم تجربتي، شاركتكم المي في الفتره اللي فاتت دي، وقلت لكم ايه اللي في حديث النفس اقوى حاجه كانت مصبراني، هي ان لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، واللي انا فيه ده خير مهما كان صعب، هو خير. ليه؟ لان ربنا عمله، يبقى هو ده اكيد اكيد الخير. فكروا نفسكم دايما لما بتقروا سورة الكهف، ودايما خلوا كلمة اي صعب تعيشوه اول حاجة تقولوها انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. انت قوي قوي، مش عشان انت ما بتتكسرش، لا، عشان انت لما اتكسرت قمت وكملت تاني من جديد. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.